السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الدرمالي، ودي حلقة جديدة من شغل جودة سلسلة حكاية موقع. النهاردة هنتكلم عن بند احنا دايما بنقول عليه ان هو بند سهل، وهو بند النجارة المسلحة، سواء استلامها، انواعها، زمن فك الشدة. ولكن الاول خلينا نتكلم على بند النجارة المسلحة. على قد ما احنا دايما بنستسهل البند ده، وان هو شوية نقط وبنستلم منها، والموضوع قيس يمين وقيس شمال، والموضوع في مخيلتنا بيبقى سهل جدا. على قد ما البند ده اي مشكلة فيه بتسبب خسائر، شغل نحاتة وشغل تكسير، وبعدين تقريبا كل البنود بعد كده بنقيسها من البند ده. يعني لو احنا بنشتغل مباني، فالاكس بتاعنا بيبقى على السقف، وهنشتغل المباني بتاعتنا، فلو الخرسانة بارزة هنكسرها، لو السلم تدريجه مش صح كخرسانة بنضطر نكسر السلم عشان نشتغل شغل الرخام. فعلى قد ما هو بند سهل واستلامته عبارة عن عمليات حسابية بسيطة وشوية محاور ونقط محطوطة من قسم المساحة، انما للامانه هو بند مهم جدا، وان احنا نبقى دقيقين فيه واحنا بنستلم هيسهل علينا كتير جدا في الشغل اللي بعد كده. ايه هي اصلا انواع الخشب اللي موجوده، او الدرجه اللي احنا بنشتغل بيها هنا في مصر؟ انواع الخشب المشهوره اللي احنا بنشتغل بيها، عندنا خشب اللاتزانه او الاتزانه، يعني في ناس بتكتبها كده وناس بتكتبها كده، وفي البليود. طب ايه الفرق ما بينهم؟ عندنا مبدئيا خلينا نتكلم على البليود الاول، هو اللي هو المفروض بيدينا سطح املس او فيرفيس. هو الشغل بيه بيبقى لذيذ جدا وسهل، وبنفرد مسطحات كبيره في وقت قياسي باستخدامه. على قد ما هو بند مثلا هو في الاغلب ما بيركبش عليه محاره، يعني ما بيبقاش فيه بند محاره. بعد كده بنستخدم السطح النهائي بتاعه بمجرد فك الشده. فهنا لازم نراعي كويس جدا ان ما يبقاش فيه اي تعشيش او تسويس، والخرسانه تتهز كويس جدا واحنا بنشتغل بخشب بلاود، لان السطح النهائي ده المفروض هيبقى هنشتغل عليه الدهانات على طول. اي بند هيجي بعده هنشتغل البند على طول من غير تحضير او من غير سيرفيس بريبريشن للخرسانه. فبنراعي ان الشغل يطلع سليم بنسبه كبيره، لان اي اعمال ريبير هتتم على الشغل بتبقى باينه، وبتفضل باينه حتى لو بنشتغل مثلا بند دهانات عليه او حاجه، بيفضل باين ان في بقعه مختلفه عن بقيه الشغل. بس عيب الخشب ده ان هو مع استخدامه مرة في الثانية في الثالثة بيبدأ الوش الناعم اللي احنا بنشتغل من خلاله بيبدأ يتقشر، وبيبدأ الفروقات ما بين الخشب تبان. فبنبدأ بقى نستخدم حتت من الابلكاش عشان نسدد الكلام ده. فبرضه هو كاستخدام بيبقى فيه الديفوهات دي، لو اتخرمت كل شويه نقعد نسدد الكلام ده. على عكس طبعا الخشب اللاتزانه اللي ممكن شغله بيبقى يعني بينتج سطح مش نهائي. على قد ما هو ان احنا مجرد ان احنا بنرص او النجار بيرش الخشب جنب بعضه، على اساس ان احنا في بند مهم جدا بعده فبيداري كل الديفوهات دي، اللي هو مثلا بند المحاره، او لو هو اعمال مدفونه فاحنا بنعمل السيرفيس بريبريشن ونازل على طول. فهنا لو هننتقل للشكل التاني او النوع التاني من الخشب اللي هو خشب اللاتزانه او الاتزانه، فالخشب ده يعني هو في هي ميزه وعيب في نفس الوقت. هو بينتج سطح مش جاهز، سطح لسه محتاج شغل. بس دي برضو بتخلي ان اي ريبير او اي اعمال معالجه بنعملها في الخشب بنعملها في الخرسانه الناتجه بتبقى مقبوله، ما بتسببش مشكله، لان احنا في الاغلب لو هنشتغل عزل فاحنا بننظف مكاننا كويس وبنعمل الريبير وبعد كده بننزل. لو احنا هنشتغل محاره فاحنا بننظف السطح وبعد كده بنخش على بند الطرطشه. فالديفوهات اللي بتبقى في الخشب مش بتسبب تاثير مباشر او مشكله مباشره في الشكل النهائي بتاعنا، لان اوريدي الشكل الناتج من خشب اللاتزانه هو شكل مش نهائي لسه هيقبل بند بعده. في بقى حاجه ثالثه خالص، وهي الفورم المعدني او القوالب المعدنيه اللي احنا بنستخدمها. دي طبعا بنستخدمها مثلا في الاعمده، او اشهر نموذج احنا كلنا نعرفه هو اعمده الكباري، هي بنستخدم فيها القوالب المعدنيه او الفورم المعدني. هو سهل جدا ولذيذ جدا وبينتج سطح نظيف وكل الكلام ده جميل جدا. بس هو عنده مشكلة،
او نطاق استخدامه ضيق، لان هو مبدئيا بيستخدم في الاعمده الدوران بس. انا ما استخدمتهوش بصراحه في شغل غير شغل الدوران. ولو افترضنا ان في حتى شغل غير شغل الدوران، هو الديفو الرئيسي فيه ثبات حجمه. ان احنا لو عندنا مقاس فخلاص هو مقاسه ثابت، احنا ما بنعرفش نغيره. لو عمود قطر 80 فالعمود بيفضل قطر 80، فانا مش هينفع استخدمه مقاسه مش بنقدر نعدله. زائد ان هو مع الاستخدام مره في التانية في التالتة لازم كل شويه يتعمل له صيانه، عشان العمود او القالب بيحصل فيه فتله او بيحصل فيه تقويس. فلازم كل شويه نشيك على القالب كويس، ونتاكد ان هو ما فيهوش فتل او تقويس، لان هيطلع شكل العمود فيه مشكله، او العمود هيبقى مفتول ومش سليم. دول تقريبا اشهر ثلاث حاجات بنستخدمهم كقوالب بنصب جواها الخرسانه، نوعين من الخشب ونوع من الحديد، واعتقد دول الاشهر. الا لو في حاجات سبيشال يعني احنا ممكن نتطرق لها في مواضيع تانية. ده كده فيما يخص الانواع. طب احنا اعمال استلام النجاره، لو هنبص بص عامه على الموضوع، فاعمال استلام النجاره هي في الاغلب او تقريبا كل اللي احنا بنعمله ان احنا عندنا نقط مساحيه او محاور حسب الشغل اللي احنا بنشتغله. يا اما بيتم توقيع الشغل كمحاور واحنا بنقيس منها، يا اما بتنزل لنا على هيئه نقط. لو هنفترض ان احنا دلوقتي مثلا معانا لبشه، فاللبشه بيجي قسم المساحه بيرمي النقط بتاعه الجدار الخارجي لللبشه. طبعا ما بتبقاش النقطه في اللي هي جنب اللبشه بالظبط، او النقطه بتاعت اللبشه بالظبط، بيبقى دايما عامل شيفت او ترحيل للنقطه مثلا 10 سم 20 سم حسب المساحه المتبقيه اللي معاه في العاديه، على اساس نعرف نقيس منها. بيرمي مثلا لو افترضنا ان هي لبشه، فبيرمي لنا الاربع اركان بتوع اللبشه. فاحنا بيجي لنا ريكويست ان النجار عايز يسلم الجوانب الخارجيه لللبشه. بننزل، بيبقى هو شادد جنب الجناب بتاعت اللبشه الخارجيه، وبيبقى عامل حاجه بسيطه جدا، ان هو ما بين النقطه والنقطه المساحيه بيبقى عامل تشيك لاين، او زي ما النجارين بيقولوا شكلاين، اللي هي عباره عن خيط بنشده ما بين النقطتين وبيرفعه كده ويسيب الخيط، فالخيط ده بيعمل اثر من ما بين النقطه والنقطه. بنيجي احنا من الجنب واحنا ماشيين، اولا بنشيك على النقطه المساحيه. وطبعا قبل ما ننزل لازم نتاكد، احنا كمهندسين جوده بنتاكد ان الاعمال المساحيه اتسلمت، يعني النقط المساحيه او المحاور اللي احنا هنستلم منها دي اتسلمت استشاري، عشان تبقى احنا استلمتنا صح. لان لو في اي مشكله في النقط فكل اللي احنا هنعمله ده هيبقى كله غلط. فلازم نتاكد ان اعمال المساحه متسلمه، بناء عليه احنا بننزل. نزلنا الموقع، شيكنا على بنشيك على بالمتر كده. لو هو مثلا قايل ان هو مرحل من النقطة الرئيسية مثلا 20 سنتي، فالمفروض ان احنا بنفتح المتر ونقيس من جنب النجارة لحد العلام بتاع التشيك لاين، المفروض يدينا كام. هو في الحقيقة مش هيدينا ال 20 سنتي مثلا، لو هو مرحل 20 سنتي هيدينا ال 20 سنتي ناقص تخانة اللوح. لو احنا بنتكلم على لوح تخانته 2 سنتي فهيدينا هنقرا احنا 18. لو اللوح تخانته سنتي فهو هيدينا قرايه 19 سنتي. هنشيك واحنا ماشيين كده حوالين اللبشه، هنشيك الاول على الاربع نقط، وبعدين بالمتر نفضل نلف كده حوالين اللبشه ونتاكد ان الحيطه كلها ماشيه مع بعض، او ماشيه مرحله من الاكس بالقيمه اللي احنا بنقراها كلها نفس الكلام. طب جنب اللبشه نفسه بنحط عليه ميزان ميه. هو يعني بما ان جنب اللبشه جنب مش كبير فمش هنستخدم معاه شغول، فانا مثلا بكتفي ان انا بميزان ميه بشيك على الرأسيه بتاعه الجنب. يعني الموضوع ده ممكن ما يبقاش دقيق قوي يعني، بس يعني احنا بس بنتاكد ان الجنب مش مايل، على اساس لما هو لو الجنب مايل، لو قلنا مايل لجوه فمقاس اللبشه في الاخر هيديني مقاس اصغر، ولو مايل لبره فمقاس مسطح اللبشه في الاخر يديني مقاس اكبر. فيعني برضو بنشيك كده على ان المقاسات محكومه، أو على ان الجناب الرأسيه بتاعتها سليمه. طب لو احنا مثلا في حاله ان احنا بنستلم قواعد منفصله او قواعد مربوطه بسميلات، هيبقى عندنا برضو العاديه مرمي على العادية دي الأربع نقط للقواعد المسلحة. كل قاعدة مسلحة 4 نقط،
وبيبقى فيه نقطتين في اول السميل ونقطتين في اخر السميل بيدل على مكانه. او لو احنا مش شغالين بنظام نقط، شغالين بنظام اكسات او محاور، فبيبقى عندنا المحور او الاكس النقطة في الاول وفي الاخر ومشدود عليهم الخيط، واحنا بنقيس من الخيط ده من المسافة من الخيط اللي احنا عنده لجنب النجارة، سواء جنب نجارة القاعدة او جنب نجارة السميل. كل واحدة فيهم هتدينا قراية مختلفة حسب اللوحة المعتمدة بتاعة الشوب دروينج بتاع الكونكريت دايمنشن اللي احنا شغالين عليها، اللي موجود عليها المحاور. الحاجة بس الوحيدة اللي بنضيفها ان مثلا لو كان المحور ده قاطع مثلا في نص القاعدة، فهو بيتم ترحيله الى خارج القاعدة ويتقال ان ده مترحل بقيمة قد كده، ونبدأ نخصم المسافة القرايات دي. بس حاليا وفي كل الشغل المودرن الجديد اللي احنا بنشتغله، الموضوع بيبقى في الاغلب كله نقط مش اكسات، لان الاكسات اولا دلوقتي اغلب المنشآت ما بقاش شكلها ولا مربع ولا مستطيل ولا كل الاشكال اللي احنا بنعملها، والمحاور ما بقتش طولي وعرضي. لا بقى يعني مثلا انا تقريبا اخر مبنيين اشتغلتهم كان شكلهم بيضاوي اصلا، فالمحاور جايين من نقطه كده مركزيه في قلب المبنى وطالعين كده ايه. فطبعا المحاور دي صعبه جدا وصعبه نشتغلها، وخصوصا في وجود حديد ومش عارف ايه وتفاصيل كتيره جدا، ومفيش محاور نقدر نقيس منها بشكل دقيق. فبنخلي بصراحه، وده كلنا بنبقى عارفين ان ده بيبقى هيدك كبير جدا على قسم المساحه. انما هم خلاص يعني للامانه بقى هم بيعملوا الاكسرسايز ده او بيشتغلوه، ان هو بيديني كل حاجه 4 نقط وانا انزل استلمها. سواء عمود بيديني ال4 نقط بتوعه مترحل من وش العمود قد كده، بروح انا قايس لوش العمود، اخصم تخانه اللوحه بتاع نجاره العمود يديني قرايه قد كده وخلاص. اهم حاجه ان انا ببص دايما على ريكوست المساحه قبل ما انزل عشان اعرف هو مرحل قد ايه. مرحل 10 سم من وش العمود، 20 سم من وش العمود، 10 سم من جنب اللبشه، 20 30 زي ما بيرحل، زي ما هو شغله او الامكانيات بتسمح له هو بيشتغل. وانا بروح اتاكد بس ان القرايات، النجار خد القرايات من النقط اللي رماها المساح. ونزود مثال كمان، لو احنا بنستلم عمدان اعمده، لو احنا دلوقتي واقفين على سقف ومطلوب مننا ان احنا نستلم الاعمده بتاعته، لو افترضنا ان العمود متوقع له 4 نقط، وهنفترض ان النقطة مترحلة 30 سنتي عن وش العمود الخرسانة. فاحنا اول حاجة بنعملها ان احنا بنتأكد من ال4 جناب، نفتح المتر ونقيس لحد وش النجارة، تمام، ناخد القراية. لو افترضنا ان تخانة اللوحة 2 سنتي، فاحنا المفروض نقرأ قيمة الترحيل اللي حصل للنقطة ناقص التخانه بتاعت اللوحه. التشيك الثانيه اللي احنا بنعملها ان احنا بنتاكد من رأسيه العمود. نشيك ازاي على رأسيه العمود؟ عن طريق ان بيبقى نازل شواغيل من العمود، بناخد القرايه فوق والقرايه تحت، ونتاكد ان القرايه اللي فوق هي نفسها القرايه اللي تحت. وفي حاله وجود اي مشكله بيبداوا النجارين يظبطوا ان هو يزق مش بيزق العمود، بيبقى فيه زي جاكيت كده اللي متثبت بيها العمود او النهاز اللي معمول بيها العمود، يبداوا يزقوا يمين ويزقوا شمال عشان يظبط الرأسية بتاعت العمود. ولكن ساعات كده بتحصل تركية بسيطة ان هو الكلام ده ممكن يبوظ المقاس بتاع العمود. فدايما برضو مع ان احنا شيكنا على المسافات ما بين النقط اللي سايبها لنا المساحة وما بين وش العمود، لما يحصل اي حاجة زي كده برضو بنشيك على مقاس العمود تاني، لان ممكن وهو بيزق من ناحية النجارة مش بتروق، يعني مش بتتحرك معاه بالكامل، لا هو بس وش النجارة اللي مربوط فيه الجاك اللي هو بيحرك منه بيقفل على جوه العمود، فتلاقي الرأسية ما اتعدلتش زي ما هي، بس مقاس العمود هو اللي اتغير لان اللوح مال لجوه. فبرضه بنشيك كده ان لما بيحصل الحركة دي ان مقاس العمود ما بيتغيرش. طب في حالة ان احنا بنستلم سقف، الأسقف بيبقى فيها حاجتين: اولا الابعاد الخارجيه او النقطه الخارجيه، الحدود الخارجيه للسقف، وبيبقى عندنا الكمرات. ولو احنا مثلا في فلات سلاب فاحنا عندنا اماكن الكبات. بنفس الاسلوب اللي اتكلمنا عليه في كل الاستلامات اللي فاتت. فاحنا لو احنا بنشتغل من اكسات، فاحنا المفروض عندنا المسافه من الاكس لحد وش الكاميرا قد كده، وبنقيس عمق السقوط بتاع الكاميرا. يبقى احنا كده جبنا حاجتين: عرفنا الكاميرا دي الدبث بتاعها قد ايه او العمق بتاعها قد ايه، ومن خلال القياس اللي احنا عملناه من المحور عرفنا مكان اللوكيشن كده بتاع الكاميرا فين بالظبط. نفس الكلام بالنسبه للدروب.
في الفلات سلاب، سواء مرمي لنا 4 نقط بنشيك عليها، بنشيك على ال4 نقط دول، من ال4 نقط لوش النجارة او لوش الدروب اللي حاصل عندنا المسافة قد ايه، سواء هو، وده بيحصل في حالات كتير جدا، هو بيرمي ال4 نقط ويسقط وهو يسلمهم مساحيا. بس الموضوع هي التركية البسيطة ان اي دروب موجود في سقف فلات سلاب دايما هو موجود سنتر مع العمود. يعني لو انت ماشي كده من غير ما تستلم ومن غير ما تبص على لوحة، لقيت ان الدروب مرحل، يعني العمود مش جاي في قلب الدروب، اعرف ان هنا في حاجة غلط وممكن نشيك عليها تاني مع بعض. لان الطبيعي جدا والستاندر ان لو افترضنا الدروب 2 متر في 2 متر، فالعمود جاي في السنتر بتاعه. يعني لو شديت خيط او قسمت الدروب ده متر ومتر وشديت خيطانك الاتنين كده، المفروض تلاقي العمود جاي سنتر مع الدروب. غير كده هتبقى اكيد حالات خاصه، بس ده مثلا من الحاجات البسيطه. انا مثلا في اغلب شغلي ما بستلمش اللوكيشن بتاع الدروب ولا الدبت بتاعه، لان دي بتبقى اعمال مساحيه بس، وانا نازل بستلم او انا بشيك على النجاره ككيس يعني، او كحاله الكونديشن بتاع النجاره نفسه عامل ازاي. عيني كده لازم تلمح كده وانا ماشي، ولو في اي اختلاف بشوفه هل هي اصلا موجوده كده على اللوحه، وده مستبعد في اغلب الاحوال، ولا ده خطا ما حصل وهو اللي سبب المشكله دي. هل المشكله اصلا في العمود مش في الدروب؟ يعني نحلل المشكله لحد ما نوصل للمشكله الرئيسيه هنا فين. وفي نهاية كلامنا عن الاستلامات لازم أعيد وأكد إن لازم يبقى دايما معانا تشيك ليست خاصة بينا في كل حاجة احنا بننزل نستلمها. زي ما احنا كنا بنتكلم في حلقات الميثود وحلقات الاي تي بي، لازم يبقى معاك تشيك ليست. حتى لو المشروع مش طالب تشيك ليست، انت اعمل تشيك ليست لنفسك وخليها دايما معاك على الاستلام وانت نازل. الحاجة اللي بتستلمها تماركر جنبها ان هي تمام، او لو في اي ملاحظة تكتبها. كلنا بننسى، كلنا ننزل الموقع دلوقتي. في الكلام اللي فات ما ذكرناش ان احنا مثلا بنستلم مقاس حطة العمود، فهتلاقي لو انت كاتب التشيك ليست بتاعتك بطريقه منظمه وسليمه، حتى لو المشروع ما فيهوش تشيك ليست، هيسهل عليك جدا وهيخليك تجمع افكارك بسهوله. فدايما حافظ على انك يبقى معاك دايما تشيك ليست لاي حاجه انت نازل تستلمها. وبما اننا احنا بنتكلم على الاسقف، خلينا نتكلم عن تركايه صغيره كده بتبقى في الاسقف. اوقات كتيره جدا جدا هتلاقي مكتوب في الخرطوشه بتاعت اللوحه ان اذا زاد البحر عن قد كده فلازم نعمل كامبر. طب ايه هو الكامبر؟ الكامبر ده هو عبارة عن ان احنا بنعمل تحديب لأعلى في النجارة. النجارة في ساعتها ما بتبقاش كلها على وزنة واحدة، بيجي في نص البحر بتاع السقف، في نجارة السقف، وبيروح عامل تحديب، او الجزئية دي بتبقى اعلى من بقية السقف. الموضوع بيبقى تدريجي يمين وشمال من السنتر بتاع السقف. هو من الاخر هو زي محاكاة معكوسة للمومنت، بحيث ان هو بيرسم شكل مخالف لشكل المومنت، على اساس لو السقف فيه تريح بسيط بعد الصب ما يحصلش ديفليكشن لتحت. فهو اكنه بيعمل او بيعكس الديفليكشن اللي ممكن يحصل في السقف، او الديفليكشن المحسوب تصميميا من خلال الكامبر ده، على اساس حتى بعد التريح يبقى السقف عدل ومش باين فيه اي ديفليكشن. واحنا بنتكلم عن جزئيه الاستلامات لازم نتطرق لموضوع مهم جدا ولازم ناخده بعين الاعتبار واحنا بنستلم. طبعا فكره ان احنا نستلم شيء 0 دي فكره يعني مش حقيقيه تماما. كل شيء ايتم بنستلمه او كل عنصر بنستلمه بيبقى فيه بعض الديفوهات، ولكن عندنا حتى في الديفوهات لينا مرجعيه هي اللي بتحكمنا وهي اللي بتقول ده ينفع وده ما ينفعش. طبعا مواصفة المشروع بيبقى ليها دور في القصة دي، تقدر تتشدد عما هو مكتوب في الكود بحيث انها تبقى عايزة بعض العناصر تبقى اكثر دقة. ولكن لو رجعنا للباب التاسع فصل التنفيذ في الكود المصري والارقام زي ما هي كده موجوده في الصور قدامنا، هنلاقي تقريبا ان في كل عنصر وكل حاجه بنستلمها ليها السماحيات بتاعتها، سواء في رأسيه، سواء في افقيه، سواء في لوكيشن. ودي نقطه مهمه جدا 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 لازم ناخدها بعين الاعتبار واحنا بنستلم. نيجي هنا للجزئيه الثانيه من الحلقه او الفقره الثانيه، وهي الفقره الاهم من وجهه نظري، هو زمن فك الشده الخشبيه للسقف.
هو السؤال ده دايما بيوجه لمهندسين الجودة باعتبارهم هم المسؤولين عن الموضوع ده، او هم اللي يقولوا الشدة او نجارة السقف ده تتشال امتى، رغم ان الكلام ده مش حقيقي بنسبة 100%. ولكن كده مع بعض هنتكلم الكود المصري بيقول ايه في قصة فك الشدة. الموضوع ده مربوط باكتر من فاكتورز او اكتر من عامل، هي درجة الحرارة وطول البحر المصبوب ورتبة الخرسانة واسلوب المعالجة. ولكن دايما النقطة الاهم والنقطة المفصلية في القصة دي هي وصول الخرسانة لاجهادها المميز او ل100% من الاجهاد التصميمي بتاعها. هنا نصا كده الكود المصري بيقول ان احنا نقدر نفك جوانب الاعمدة، نقدر نفك جوانب الكمرات والحوائط بعد مرور 24 ساعة من الصب. بالنسبة للكمرات والبلاطات فعندنا ضعف البحر الأصغر زائد يومين والمدة ما تقلش عن أسبوع. بالنسبة للكوابيل عندنا 4 مرات بروز الكابولي زائد يومين وما تقلش عن أسبوع. وفي ملحوظة مهمة جدا إن في حالة استخدام أسمنت سريع التصلب بنستخدم نصف المدة، وفي حالة الوصول إلى مقاومة مبكرة يجوز فك الشدة في مدة لا تقل عن 3 أيام. يعني لو احنا عندنا المينيموم بالنسبة للأسمنت البورتلاندي العادي هي 7 أيام، فبالنسبة للأسمنت سريع التصلب المدة دي توصل أو تقل لحد 3 أيام. طبعا عندنا الاي سي اي بيتكلم بمنظور مختلف شوية في النقطه دي، والاي سي اي اللي هو الامريكان كونكريت انستيتيوت اللي برضه في الاغلب بيبقى ريفرنس لشغل كتير جدا، بس ده بيبقى يعني حسب مواصفه الخرسانه اللي انت شغال بيها في المشروع، مواصفه مشروعك، هل الريفرنس بتاعها كود مصري ولا الريفرنس بتاع اي سي اي. وفي الاغلب هو بيبقى الريفرنس هاجين هتلاقيه كاتب ان الريفرنس ده وده وده وده، هتلاقي كل الكلام ده موجود عندك. فلو احنا دلوقتي بنتكلم على الاي سي اي بيبقى رابطه باللايف لود والديد لود، والجدول اللي قدامنا ده بيوضح الفترات او الوقت اللازم عشان نفك الجوانب. زي مثلا من الفروقات الشهيره ان مثلا في 12 ساعه بالنسبه لجوانب الاعمده والحوائط والكمرات في الاي سي اي، وفي الكود المصري 24 ساعه. ده كده الكلام طبقا والورق. ولكن خلينا نتكلم ان في الحقيقه ان موضوع ان احنا نحدد زمن فك الشدة هو موضوع في الاساس، يعني موضوع انجينيرنج بيرجع للمصمم بتاع المشروع. لان مثلا زي ما بيقول الاي سي اي هتلاقيه رابط الديد لود واللايف لود احنا عادة في كل، حتى في الرسومات اللي بتبقى موجودة معانا، حتى في اللوحة اللي موجودة معانا، احنا معناش التفاصيل الخاصة بالكالكوليشن بتاعة المشروع. فلو احنا في اي سبيشال كيس، هل لو احنا الموضوع دخل في ديبت ومش عارفين ان نوصل لقرار، هو القرار الصح ان احنا بنرجع للمصمم بتاع المشروع، بنبعت له ونسأله السؤال ده، وهو بناء على الكالكوليشن اللي قدامه بيقدر يحدد المدد ويبعتها لنا. ولكن ده احنا كده اللي فات ده بنتكلم في حالة بقى الديزاينر موجود او الديزاينر بنخاطبه ويرد علينا. اللي بيحصل في الموقع بيبقى حاجة يعني ايه، وكأننا بنقسم النقاش او الجدال ده على 2 مثلا. القصة بتدور كالآتي في اغلب المشاريع، ان احنا بنكسر مكعبات ال7 ايام او ال7 ايام. لو مكعبات ال7 ايام محققة 100% من الإجهاد، اللي هو طبعا المفروض بنحققه على 28 يوم، بس لو مكعبات ال7 أيام محققة 100%، فده بيبقى يعني هو ضمنيا احنا ايه اللي خايفين منه لما نفك الشده؟ احنا خايفين ان يحصل ديفليكشن وان الخرسانه تبقى في الحاله دي هي لسه ما شالتش احمال فوقها كلايف لود او احمال السقف اللي فوقها، احنا لسه بنتكلم ان هي شايله نفسها بس. فلما بتحقق 100% من الاجهاد بنقدر نقول ساعتها ان السقف بقى شايل نفسه، ففي الحاله دي بيتم فك الشده. ولكن بالورقه والقلم ده المفروض كلام ما يقولهوش مهندس جوده، لان الكلام اللي انا قلته او الكلام اللي فات ده كلام ملهوش ريفرنس. الكلام ده بيخضع لنقاش حوالين النقطه دي. عاده كنا دايما مثلا ايه، لو عندنا بحور كبيره بنسيبها 10 ايام، لو البحور صغيره بتتفك بعد 7 ايام. ولكن في حركه كده لذيذه كنا بنعملها، ان انا لو في اتفاق ما بين في اداره الموقع ككونستراكشن او كمقاول والاستشاري على ان مثلا لما نحقق اجهاد 100% عند ال7 ايام نفك، انا كنت ببعت ده على هيئه ريليز للاستشاري عشان تبقى كل الاطراف مشتركه في الشغل اللي هيحصل ده. دي نتيجه ال7 ايام وانا بطلب اني افك الشده. لو هو وافق
خلاص انا كده امان. هو ما وافقش ببلغهم الاستشاري مش موافق على فك الشد. ده كده كاجراء بنعمله تاميني. احنا خلاص الكلام قلنا وعدنا في الكلام ووعدنا ووصلنا لحلول وسط، انما ده كلام يعني بالنسبه لي على الاقل ده مش انجينيرنج، ده مش دوكيومنتد، انا ما اقدرش اوثق كلام زي بالطريقه دي. بنفك الشده، بس مثلا في اجراءات احترازيه يعني بتاخدها في القصه دي. ان مثلا لو عندنا بحر كبير بنعمل سبورتات في نص البحر، لو عندنا كاميرا كبيره بنعمل سبورتات في نصها. على اساس ايه؟ بنقلل الدمج اللي ممكن تحصل. في كيسز بصراحه بتبقى معقده جدا او كيسز مخيفه، ان مثلا في واحد عايز يفك الشده عشان يشد السقف اللي بعده على طول، فعايز يفك عند ال5 ايام ولا ال6 ايام ولا حتى صبر لل7 ايام. الكيسز دي ما حدش يقدر يحكم فيها وما حدش يقدر يفتي فيها، لان احنا في الحاله دي مش مجرد ان احنا السقف شايل نفسه وسكتنا، ده شايل نفسه واحنا كمان عايزين نشيله السقف اللي فوقه. ده طبعا كلام ما حدش يقدر يفتي فيه غير الكالكوليشن بقى هي اللي تقول السقف ده هيقدر يشيل نفسه بعد ال7 ايام ويشيل فوقه كمان عده السقف اللي بعده. طبعا عارف اكيد السقف اللي بعده مش بعد 7 ايام هنفك الشده في اليوم الثامن نبقى عايزين نصب السقف اللي فوقه. بس الدايره بالطريقه دي بتبقى مش محكمه ومش مظبوطه، فلا ساعتها ان احنا بنلتزم بالشكل المطلوب وبنبعت للمصمم يحدد لنا الكلام ده. هل السقف يقدر يشيل ديد لود بتاع السقف اللي فوقه بالكامل، والسقف اساسا عند عمر ال7 ايام. انا حاولت اختصر الكلام بالطريقه دي، ويعني اهو كده قارنا الكود المصري بالاي سي اي باللي بيحصل في الحقيقه. شكرا جزيلا ليكم، وزوروني لو في اي تقصير او اي معلومه خطا وردت مني. وما تنسوش متابعه على اكاونت الفيسبوك وعلى اكاونت لينكدين وسبسكرايب على اليوتيوب، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده. انا محمد الدرملي وده برنامج شغل جوده.